اولا انا تتجاوز علي مو من حقك، حتى انا تقول لي لا اتجاوز عليك. انا بالنسبه لي كل ما راح تتجاوز اضربك بعائشه بالقنطره واضربك بالقنطره. اوقف المناظره يا استاذ محمد. لا تتجاوز. اوقف هذا المجوسي. استنى خلاص. نريد الهروب. هروب على الهواء يا شيخ فراج. يا شيخ فراج هروب على الهواء. لا يا شيخ فراج. يا شيخ فراج لو سمحت لحظه. هو بالامس قال لك اضربك بنعال عمر 46، قصده ان الامام عمر نعل 46. يا خنزير يا ابن الخنزير يا امامي، يا خنزير يا ابن الخنزير، واخد بالك؟ ما لك ومال ام المؤمنين وما لك ومال عمر كسر ضلع كسرى. انتم تدافعون عن كسرى انوشروان، أنتم تدافعون عن علي أنوشروان، أنتم تدافعون عن الحسن أنوشروان، أنتم تدافعون عن الحسين أنوشروان، أنتم تعبدون آل بيت ساسان. فلو لم تكن خنزير، وعلى فكرة لما بقول لك خنزير ده نور الطبرسي المحدث اللي انتوا دافنينه في المرقد المرتضوي جنب الإمام علي اللي عمل كتاب فصل خطاب بتعريف كتاب رب الأرباب، هو الذي قال عنكم خنازير. بعد اذنك يا شيخ فراس، دع هذا الخنزير لي لو سمحت، دع هذا الخنزير ابن الخنزير لي. سليل الخنازير، سليل السيستاني ابن المتعة، وسليل الخنزير الخامني الفارسي المجوسي. والله لو أتيت بسيرة الإمام عمر أو سيرة أم المؤمنين أو أتيت بسيرة أم المؤمنين يا خنزير يا ابن الخنزير لأضربنك بالنعل على رأسك قسما بالله. أصل إليك في بيتك في بغداد، قسما بالله أصل إليك في بيتك في بغداد وأنا قادر على هذا. إذا تجاوزت في حق أم المؤمنين وفي حق الإمام عمر أغلقوا على هذا الكلب ابن الكلب هذا المناظرة إلى أن يخرج يعمل فيديو يعتذر للمسلمين كافة.